فكر كثيرا في هذه الهمسات. لم يستطع النوم، انتظر حلول الصباح ليسأل تلك العجوز ما هذه الهمسات ومن كان قبله في تلك الغرفة وما قصة اختفائه ولما أخفت عنه هذا. ها هو الصباح وقد حل وها هي الأصوات تتعالى. بالتأكيد هي العجوز بدأت في التنظيف وأشغالها اليومية. خرج مسرعا من الغرفة، وجهته بالتأكيد العجوز ليسألها ما يراود عقله. ها هي العجوز تقابله مبتسمة تخاطبه قائلة: صباح الخير يا ولدي، أراك أنك استيقظت باكرا. علامات التعجب والدهشة بادية على وجهك. ما الخطب؟ ألم تنم جيدا؟ وكأنها كانت تعلم ما أصابه. أجابها: صباحك سعيد يا خالتي، سأجيبك بصراحة. لم أنم، ولا أدري ما إذا كان كابوسا قد راودني فأذهب النوم عني، أم أنه واقع خيالي عشته. لا أدري ما إذا كنت آذي أو أن أحلام اليقظة بدأت تراودني. لقد سمعت همسات في أذني تطلب مني الهرب، تروي كلمات عن شاب قد اختفى. هل تعلمين أم أنني قد جننت؟ نظرت إليه وكأنها كانت تعلم، مبتسمة ابتسامة صغيرة. أولم تهرب؟ أما زلت هنا؟ ألم تهرب في هذه الليلة؟